ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى. شوف الانطلاقة في الجهة اليسرى عن طريق غارناتشو خلال أحداث هذه المواجهة. كرة بمحاولة أمامية، لكن محاولة لمصلحة جالاتا، تسديدة تأتي من خارج منطقة الجزاء. يا سلام، دريس ميرتنز يسدد، ولكن حارس المرمى أونانا في التوقيت المناسب يتدخل ويمنع محاولة البلجيكي. نصف النهائي أيضا، وكان رفيقا لحكيم إلى حد هذه اللحظة برصيد 5 أهداف في الأبطال. كرة بمحاولة رأسية، لكن أيضا اللقطة الماضية من لوكاس توريرا إلى خارج أرضية الملعب. وصل بعد هذه المحاولة إلى حكيم زياش داخل منطقة الجزاء، تسديدة من المغربي تصل إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أندري أونانا في حراسة مرمى اليونايتد. هنالك في أرضية ميدان أولد ترافورد وصلت عند حارس المرمى الإنفاء لأحداث هذا اللقاء بالجاهزية التامة. لأن أنجلينو محاولة لتغيير اتجاه اللعب، أرضية الملعب مبلولة والأمطار ويستمر لمدة موسمين أو 3 مواسم. الآن لاعب قادم من نادي رين، العوبة في الجهات اليسرى، محاولة المرور والتقدم. فاز على بورصة سبور بهدفين مقابل هدف واحد، ثم بعد ذلك 3 زيارات متتالية خسر من جالاتا سراي وخسر من فنرباچه، ولا من كرة مرتدة ملعوبة وصلت إلى برونو فرنانديز، تغطية في التوقيت المناسب. يتدخل ساشا جدا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. إلى برونو، كرة إلى غارناتشو لأنه في الفورمة ولأنه دائما ما يكون حاضرا في الموعد، يواصل التألق غارناتشو ويسجل هدف التقدم لمصلحة اليونايتد في شباك موزليرا. ويا غارناتشو بعد هدف في غاية الروعة هنالك في جاديسون بارك، كلها يجب أن ينجح في كل الاختبارات مع الانتر في سنوات مع بداية الألفية. كرة بمحاولة سهلة تصل عند حارس المرمى أونانا. هذا أونانا سيطر على كرته بالشكل المطلوب، تعود من جديد مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، يحاول لكن أونانا في التوقيت المناسب. أونانا أخطأ وعاد مرة أخرى لتصحيح الخطأ. هذه كرة أونانا، شوف لا وجود فيها أيضا للتسلل. الكرة لا زالت مستمرة وقائمة، مطالبة بركلة جزاء بعد محاولة في غاية الخطورة لمصلحة جالاتا سراي، وبعد ذلك يأتي القرار الآن. اليمنى إلى دريس ميرتنز، عرضية من ميرتنز داخل منطقة الجزاء، التصدي من أونانا، التصدي من خلالها في الوصول إلى أدوار متقدمة. لم يسجل في مرمى مانشستر، يبحث عن أن يسجل في مباراة اليوم. زياش يسدده، السد الأطلس يقود أحلام أبناء تركيا من أجل العودة في هذه المواجهة، ويسجل من كرة ثابتة ليقلص الفارق الآن وفي شوط المباراة. يجب أن يعلم تماما كيفية استغلال هذا الشوط هنا في اسطنبول. كرة فيها تدخل صافرة موجودة وخطأ على سفيان مرابط، خطأ يأتي على الدولي المغربي سفيان مرابط قادم من فيورنتينا في فائدة كرة ألفريد زاها. عادت من جديد إلى زاها يبحث عن التقدم، لا زالت مستمرة وقائمة. حكم المباراة يشير بالاستمرارية. إيكاردي يسدد، تصطدم الأوروبية، ملعب يتسع ل 52,000 متفرج. أندري أونانا، الأمور في أرضية الميدان. كرة بمحاولة أمامية، هنا الكرة راية موجودة، والتسلل على ماورو إيكاردي، يسجل. نعم، أيضا عبد الكريم في أرضية الميدان،
صافرة اليسرى يعيد الكرة إلى برونو، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، لكن البرازيلي أنتوني يحاول ومن ثم بعد ذلك 2-1. لا أعتقد بأنها ستستمر على حضور الفريقين أيضا من خلال شوط توريرا في الجهة اليمنى، عرضية من توريرا داخل المنطقة وكرة ملعوبة خطيرة جدا إلى خارج أرضية الملعب في الشباك الجانبية لأندري أونانا من البرازيلي أنتوني هنا في الجهة اليمنى. أنتوني وفريق كوبنهاجن، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة اللاعب اللي هو حكيم زياش، حكيم إلى برونو فرنانديز، عرضية من برونو خطيرة جدا، خطيرة. الكرة الماضية كانت مباشرة باتجاه المرمى لكن مسلم إلى وان بيساكا، عرضية داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، هدف ثالث والمرة هذه عن طريق ماكتوميناي يسجل، يضع الكرة في المرمى، هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة الملعوبة داخل المنطقة. من جديد حكيم زياش يسجل مرة أخرى، يضرب وبنفس الطريقة. مارس إيمانويل بيتي فييرا وأسماء أخرى. من جديد أكتور كوغلو يعود ويسجل التعديل، يضرب مرة أخرى ويضع الكرة في الشباك. قرار مفاجئ يسمح لكريستيانو بالعودة إلى البريمير ليج. اجتماع حاسم أنهى الأمور وناديه الجديد ينتظر. صدر القرار الذي كان ينتظره النجم كريستيانو رونالدو طويلا، فرمان سريع وصارم بعودته إلى البريمير ليج مرة أخرى ليكمل الموسم وسط الكبار في صفقة مفاجئة ستكون أهم صفقات الميركاتو الشتوي بدون أي شك. اجتماع حاسم ونتيجة محورية وصادمة للكل سوف تغير مسيرة الدون وكل حساباته تماما. الآن عودته مرة أخرى لإكمال الموسم في إنجلترا واردة وبشدة. المسألة بحاجة إلى وضع بعض الحبر على أوراق بعد الاتفاق الجاهز والمعد مسبقا. كل شيء محضر من أجل صفقة مدوية سوف تغير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وصراع المنافسة على اللقب. وفريق صاروخ ماديرا الجديد ينتظره، وحتى جماهيره بدأت في تحضير اللافتات واستقبلت القرار على مواقع التواصل الاجتماعي بالبشرى والتهليل. القصة هنا متعلقة بمصير ومستقبل نادي نيوكاسل يونايتد، والذي تم إنصافه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجماع آراء الأندية المشاركة في المسابقة من خلال تصويت مصيري بوقف قرار عدم السماح للأندية باستعارة لاعبين من أندية أخرى تابعة لنفس المالك أو يضخ بها استثمارات ترتبط بنفس المالك. وبعد التصويت الذي جرى في اجتماع ممثلي الأندية بفندق 5 نجوم بالعاصمة الإنجليزية لندن، سيكون متاحا لدى إدارة الماغبايز التسوق في الدوري السعودي كما تشاء، نظرا لأنها مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهو المالك والمتحكم في أكبر 4 أندية بدوري روشن، النصر والاتحاد والهلال والأهلي. القرار الذي تم الاتفاق عليه فتح الباب أمام نيوكاسل لإتمام صفقتين طلبهما المدرب إيدي هاو بعد مفاضلة بين محترفي السعودية. الأولى متعلقة بلاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والذي تم الاستقرار عليه ليكون معوض الإيطالي ساندرو تونالي بعد إيقافه الصادم على إثر تورطه في قضايا المقامرة والتربح من المراهنات. ونظرا لتقارب وجهات النظر بين مسؤولي الهلال ونيوكاسل، فموافقة الزعيم قد تكون مضمونة، خاصة إذا تم تعويض خورخي جيسيوس ببديل على نفس المستوى. أما الصفقة الأخرى فهي المفاجأة الكبرى، والتي ترتبط بانتقال كريستيانو رونالدو إلى ملعب سان جيمس بارك، وهو انتقال قيل إنه موقع ومتفق عليه حتى قبل انتقال الدون إلى النصر، وقد اتفق بنفسه على إتاحة فرصة العودة لأوروبا والبريمير ليج مع نيوكاسل، مبديا ترحيبه باللاعب مجددا في أقوى دوريات العالم. ولا توجد فرصة مواتية مثل الظروف الحالية للنادي الإنجليزي بعد الإصابة التي ألمت بمهاجمه الأساسي كالوم ويلسون وابتعاده لمدة تقترب من 2 شهرين عن الفريق، وهو ما أدى إلى حاجة نيوكاسل
لمهاجم جديد في شهر يناير، وبما أن استعارة كريستيانو متاحة وميسرة، فمن ذا الذي سيرفض التوقيع مع الهداف التاريخي لكرة القدم؟